كدابة، عروستنا حلوة ومؤدبة، بتعلم كدابة، عروستنا حلوة ومؤدبة، بتعلم كدابة، عروستنا حلوة ومؤدبة. ربنا هيعوض عليكي. ما تقعديش تشيلي وتحطي لا يجيلك سكر ولا ضغط. هيجي يا اختي، اشمعنى ده اللي مش هيجي؟ مفيش في ايدي حاجه، امر الى الله. خلاص يما النبي بقى، هو كان ايه اللي حصل يعني؟ هو احنا ماتلنا ميت؟ يما الجوازه مش هتقف على القط. بس يا بنت، بس وانت فقريه كده، قومي ما تجيبيش طيب، روحي اعملي شاي سواق. حاضر يما. امشي. شاي ايه يا اختي؟ هو موت وخراب ديار. انا ماشي وان شاء الله ربنا هيعوضني. يا سعدية انت كده، انت امسكي، انا مش طايقه روحي، امسكي فلوسك بدل ما احطهم على وشي ولا شوف هدومي. بس يا مرة يا خايبة الناس لبعضها. يا صفية، يا ام صباح، دي الحاجة زينب مرات الأستاذ تمام. صفية افتحي. اتفضلي يا خالتي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ازيك يا سعدية؟ ازيك؟ صحتك؟ ازيك يا اختي؟ خليكي يا اختي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا اختي؟ اهدى، ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ مالك شايله طين على دماغك كده؟ لما توحدي ربك يا وليه. محمد رسول الله. نصيبي يا اختي، نصيبي يا اختي قولي الحمد لله. حرام عليكي اللي انت فيه ده، عامله في نفسك كده ليه؟ معلش غصب عني، والله انا زعلانه على روحي، انا زعلانه على البنت اليتيمه دي. ومالها البنت؟ ما باسم الصليب عليها زي القمر اهي، والواد بيجري وراها بالمشوار. يا اختي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، زي الفل اهو. يا عبيطه يا عبيطه، ده قضى اخف من قضى مستخبي. احمدي ربك عليه. حمده وشكر يا فندم. مسك الشاي. الف حمد وشكر. الحمد لله يا اختي. خدي يا صفيه. يوه، مش عايزه فلوس من حد، انا مش عايزه فلوس، لا حد يجي ويديني فلوسك تقعدوا معايا. انا مش عايزه انا مش عايزه حد. يا اختي الولايه المجنونه دي، ما تعالي يا وليه وتسمعيني كويس. جرالك ايه يا حبيبتي؟ احنا مش بنديكي حسنه ولا حاجه، الاستاذ تمام هو اللي قال لي اديك الفلوس بتاعت الشهر كله. فيها حاجه دي؟ ما تتكلمي يا سعديه. ما انا ريقي ناشف معاها من صباحيه ربنا، هي اللي وليه عبيطه. خدي يا اختي، خدي يا حبيبتي، ده مقدم الشهر كله. خدي. الشاي يا خالتي زينب. تسلم ايديكي يا حبيبتي، ما تحرمش يا غاليه. انا حسره، هيتجوزوا على ايه؟ يا اختي يتجوزوا على الارض، ده هيموتوا ويتجوزوا. ده هيتجوزوا على روحهم. انت يا وليه عجزتي ونسيتي. طب صدقيني اللي انا مغنيه لهم بالغيظه فيه. ما اعرفش ادق الكزبره، ما اعرفش ادق الكزبره، وصباح دي حته سكره، وصباح دي حته سكره، ساعة الغسيل تعبانه، ساعة الغسيل تعبانه، ساعة الطبيخ تعبانه، ساعة الطبيخ تعبانه، مسحت السرير ما يتشمره. يا اختي بيجيب الكلام ده منين؟ جايلك يا سعديه. بيتا ولا بيتا، بيتا بيتا نيل، قافل الباب عليا ليه بس؟
الو. يا بيتا انت سايبني ليه يا بيتا وقافل عليا الباب؟ يا صاحبي انا مصدع قوي، عايز تذكره بسرعه والنبي يا زميلي. تعبان قوي يا بيتا. سلام يا زميلي. جمال جمال صباح الخير يا معلم. صباح الفل. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ عجلين صدعوك ولا ايه؟ لا ابدا، تعبان شويه. لا الف سلام، اقعد ارتاح. ها اصطبح. انا عاوزك يا معلم. تحت امرك يا اخويا. اطلب لك شاي من القهوه؟ لا يا معلم، انا تعبان قوي. تعبان ايه؟ الف سلامه، ما انت زي الفل اهو. شاي يا ولا. بحلم بكوابيس، بقوم من النوم مفزوع، خايف على الواد جمال والبيت والورشه، خايف يحصل لي حاجه يا معلم. بنت اختي تبهدل الواد ابني، والواد عبيط ينضحك عليه. يا عم ما تقلقش، الواد زي الفل، العيال كويسه، بس هم يبطلوا الكيف اللي بياخدوه ده. مش عارف اعمل فيه ايه يا معلم. ما قلت لك جوزه. جوزه ايه بس يا معلم؟ اجوزه ايه؟ اجيب له واحده في البيت يسيبها لي؟ اذا كنت انا من امبارح لغايه دلوقتي ما اعرفش فين اراضيه. اسمع اللي اقول لك عليه. شكرا. انت تكتب له البيت والورشه باسمه زي ما عمل ابوك. يعني انت شايف كده؟ ايوه، اكتب له الورشه والبيت على حياه عينك وريح دماغك بالكوابيس. يا اما بقى ايه، تشوف بنت تضطر البيت، يا انت تتجوز يا تجوزه هو. بس يا معلم انا نفسي اتسدت عن كل حاجه. يا عم روق فيه ايه؟ الله غير الصنف. الولا بلبل الله يحرقه هو اللي جاب لنا تعبيره حزينه. ما تقوم تفتح الورشه وتوكل على الله كده وتشوف نفسك مالك. معلش يا معلم دوشتك معايا. لا يا عم، ده احنا اخوات ما تقولش كده. طب خد الشاي ده معاك، انا هاخد الشاي التاني. يلا خده معاك على الورشه. لا اله الا الله. الشاي يا علا. يا هلا، حياك. لا اله الا الله، عسى ما شر يا حج ايش فيك؟ كان نفسي سيدي يبقى معانا، هو كان له لقمه. الله يرحمه. العم سيد الحين في دار الحق. ما خلاص يما، واحنا جايين نبكي الراجل؟ خلاص يا بنت، خلاص. قول لي يا اخويا. نعم. انت مش لابس البتاع الابيض بتاع بلاكو ليه؟ ده اللي يشوفك كده يقول ان انت واحد مننا. ان شاء الله انا واحد منكم. الحقيقه هذا اللبس اطلع فيه او اطلع في الزي الكويتي عادي. يا عيني على امهاتكم، زمانهم ايديهم اتهرت من كتر الغسيل. يا حجه الغسالات دخلت الكويت من زمان. يما
يا بنت اسكتي يا بنت، وانا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ هي الواحده تحس ان الغسيل كده بقى ابيض ومزهزه الا لما بتقعد تضحك فيه كده وتمرش فيه كده. يا سعاد خلي الحجة على راحتها. هو حضرتك عندك شغل في مصر يا استاذ صالح؟ والله تبين الصج انا ما عندي. حياكم تفضلوا. انا ما عندي شغل، بس انا جيت مع المرحوم الله يرحمه. تفضل يا حجة تفضل. ماله يا اخوي؟ صحة وهنا. الله يخليك. بس لما جيت عاد انا حبيتكم وحبيت الحارة وحبيت اقعد معاكم. ايه يا سعاد يعني انت خلاص مليتي مني؟ تبيني امشي؟ حضرتك بتقول ايه؟ هو في حد دخل علينا غيرك من بعد ابويا ما مات؟ الله يرحمه. والله الود ودنا يعني كده انك تقعد معانا على طول. ده انا هعمل لك دقيقه باميه مش هتاكل زيها الا من ايد خالتك ام سعاد. خالتي ام سعاد؟ مني خالتي ام سعاد؟ انا يا اخويا. طبعا يا خالتي ام سعاد لازم اكل من ايدك. هنستناك يوم الجمعه. يلا يا عيال بقى عشان نمشي. يلا فين يا سعاد؟ ايش فيكم مستعجلين؟ انتم ما قعدتوا اصلا، قعدوا تو الناس. لا كفايه بقى على كده، يلا يا عيال. حياكم الله. يا هلا. هنستناك يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا اقدر معي. شربوا العصير اول. بس لما كنتش تحلف واقعدوا يا عيال. تفضلوا. هاتي يا اختي. خد يا بت. خد يا واد. وانت يا واد ما جبتش واحده للبهري يا بت؟ لا انا شكرا سنه، انا مش عايز. ايه يا بت ما تشربي وتسكتي. صحة وهنا تفضلوا يا سلام. البيت بيتكم. والمادة سابقة الذكر من قانون التعويض توضح إن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر فما لاحقا من أضرار جسيمة سواء في جسده أو ماله أو إصابته بجرح. بس يا أستاذ، أنت جاي تذاكر هنا؟ أنا يا أخويا مش فاهمة منك ولا كلمة. اسكت أنت يا سعدية. أسرة يا أستاذ، هناخد كام بعد كل اللي أنت جريته ده؟ أنا ما أعرفش أحدد لك كام. المهم أنت دلوقتي تعمل لي توكيل رسمي في الشهر العقاري عشان أقدر أتحرك. إحنا يا أستاذ مش هنعمل توكيل لحد. أمرك عجيب قوي ياما. ما أنا مش فاهم يا أستاذ، هو مش القطر اللي تسبب في شللي ده بتاع الحكومة؟ أيوه. خلاص يبقى احنا نستنى الحكومة لما تصرف التعويض على راحتها، ولا نروح ولا نيجي. شكرا يا أستاذ. الله، يعني انتوا لا ترحموا ولا تسيبوا رحمة ربنا تنزل؟ وأنت محموق قوي كده ليه؟ أنت مالك؟ الله، مش بنتكم دي ولها حق عليكم؟ يعني إيه يا صبحي؟ عايزها تورثني في شلل يا ابني؟ مش عندها فلوس وعيال ومدارس ومصيبة سودا قدامك اهي، وربنا فتح عليكم بقرشين، مش عاوزينهم ادوهم لبنتكم، هي أولى. أيوه بعبع، هات اللي في بطنك. جريك ورمحك ده كله مش عشان خاطرنا، لا، عشان طمعان في القرشين بتوع التعويض بتوع الغلبان. لا 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 لا، اشبهي بيهم يا أختي، بس لو عرفت تجيبيهم. يلا يا بنت، يلا يا أستاذ اتفضل، والمسيح الحي ما انت داخلة البيت ده تاني، شفت أمك؟ مستخسرة فيكي وفي عيالك مليمة أحمر، يلا يا بنت قدامي، يلا. يلا بلا سلام بلا كلام، يلا. مركب اللي تودي. ده أنت عبد فلوس. عشان تبقى تصدقني يا ماهر لما اقول لك الواد ده ما يعملش حاجه لله ابدا. بقى مش لو الواد عادل كان عايش معانا دلوقتي كان قطع رجلي من الكلب ده من هنا وكان بقى في ظهرنا بدل ما انا وانت قاعدين كده من غير سند. اسكت يا سعدية، اسكت، احنا لا محتاجين عادل ولا صبح. متجيش من وراه غير وجع القلب. اتفضلي نجري على البيت، والمسيح الحي ما انت معتباها تاني، يلا يا بنت امشي نجري. يا استاذ ما ينفعش نرفع احنا القضيه من غيره. ازاي؟ مفيش صفه قانونيه، لازم توكيل. ولا حتى بنته نقدر نعمل لها التوكيل ده؟ ما ينفعش الا صاحب المصلحه. ايش فيكم ما تاكلون؟ الاكل مو عاجبكم؟ مش عاجبنا يا خرابي، ده كفايه شكله يا اخويا. بس احنا يعني كتير قوي علينا ده احنا يا دوبك بناكل لقمه صغيره كده زي العصفوره. يلا يما يلا. يلا اكلوا وبدون خجل، البيت بيتكم وحياكم الله. شكرا. عفوا بس دقيقة تليفون. اتفضل. هلا يبا. يا يبا ايش تبيني اسوي؟ ماكو حجز لا على الكويتية ولا على المصرية. ماني لاقي حجز، شلون اجيك؟ يا يبا ايش تبيني اسوي؟ اقول لك ماكو حجز، يعني اي الكويت ماشي؟ حاضر على امرك، افهمني بس افهمني لو سمحت يا يبا. القى حجز انا عندك. ان شاء الله حاضر، ما يصير خاطرك الا طيب. مع السلامة. تعال يا بنت. اسف يا جماعة، كان في تليفون مهم. حياكم الله يا هلا، تفضلوا. البيت يعني بيتكم بدون خجل.
الله يسلمك بالهنا والشفا. ايش فيكم ما تاكلون الاكل مثل ما هو؟ يا اخويا السفرة دايما يا اخويا. عليكم بالعافيه. الله يخليك. مش كفايه يما؟ ها؟ مش كفايه؟ كفايه. الحمد لله شبعنا. صحه وهنا. الله يخليك. ممكن نغسل ايدينا؟ طبعا طبعا تفضل. خش يا اخويا. تفضل. شبعت يا واد؟ يلا. يلا يا عيال. تعالوا يا ولاد. ده حمام ده ولا اوضه نوم؟ يلا يا عيال اغسلوا ايديكم اغسلوا ايديكم. الله يخليك لكم كده احسن يا بنت بالشامبو يا بنت انت كله يا واد. خلي ايدك هتوسخها يلا. اغسلي ايدك يا بنتي بالشامبو يا بنت. بصي يا بنتي. استنى يا واد يا بابا. انا تعالى يا واد. خش جوه خش 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 فين يا امي. خش يا واد يلا يا واد. خش يا بنت خش. يلا يا واد بسرعه خد الشبشب يلا. الشبشب يا بنت خشي. تعالي يا امي. استني يا بنت مش عارفه اطلع. اطلعي يا امي. عايز اعرف ازاي ياما تروحي مع راجل زي ده في شقه مفروشه؟ شقه مفروشه يا اما، شقه مفروشه. كل شقه مفروشه ولا يعني كنت عايزه نروح للشقه على البلاط. استنى انت يما انا فاهماه. عايز ايه حفظي؟ رحنا واتغدينا الراجل عزمنا ما كفرش. يا بنت يا بنت عايز اعرف يعزمكم ليه؟ هو احنا جعانين يا جدعان جعانين؟ خلاص هرد له الزياره يوم الجمعه الجايه. وادي بقول لك اهو من دلوقتي وعلى الله تهرب وتعمل عمليه جديده وتيجي تقلي قدمك تاني. شيل من راسك اللي بتفكر فيه. الراجل محترم واقعد معاه وانت هتعرف. مش قاعد مع حد، مش قاعد مع حد. يا بقول لك مش قاعد مع حد. يجي ياخد واجبه ويغور في داهيه وما يشوفش وشه في الحاره تاني. ماشي؟ وانا مش هيصل كويس. يلا خد عندك القرف يلا. شفت الواد وعمايله؟ ولسه انت شفتي منه حاجه؟ بس بصراحه بقى اخوك عنده حق. ليه ياما؟ ليه؟ احنا يا اختي ردنا العزومه وشكرا لحد كده. احنا عايشين في حاره وسط ناس. بس هو الراجل كويس وما شفناش منه غير المعروف. محدش قال حاجه. لما يجي ما تمسكيش فيه قوي كده عشان نقطع بقى حبل الوصال. احنا يا حبيبتي عايشين من غير راجل واخوك زي ما انت شايفه طول الليل والنهار بره تقريبا كده عايش بره. مش عايزين حد يجيب في سيرتنا. الناس يا اختي لسانها ما بيسكتش. عندك حق ياما. حاسب يا اهو. بس مية مية. ايه رايك في الترويشه دي؟ حمام زيت، طقم الوكاله 100 100 اصلي. حلو المنظر؟ هو حلو بس انا مش فاهم اي حاجه. طب تعالى تعالى. ماشي. بص. ايه ده؟ ده انا اهو. ده كاميرا دي ولا ايه؟ ايوه هي بقى هتشوفني كده ورايا المنظر ده وشويه مزيكا نواعمي بقيت واد من المهندسين. ده انت فظيع يخرب عقلك. امال قوم يا قوم. ماشي. تفكرني زيك اقعد ارغي في شعر واحاسيس. احنا عيال مخلصه بتجيب من الاخر. طقم جديد، قصه جديده، عداله. خالة صفية خالة صفية في ايه يا حبيبي؟ خالة سعدية بتقولك تعالي كلميها بسرعة. ليه في ايه؟ تعبانة أوي. يا لهوي ده يكون جالها انفلونزا طيور. ام حموده خلي عينك على الفرش على ما ارجع. حاضر سلامتك يما. سلامتك يا خالتي. يما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. يما. بسم الله عليك. يما. مالك يا اختي اسم الله. ده جالها ساعتين مرميه الرميه السوداء دي ومحدش عارف فيها ايه. الشر. خلاص بقيت كويسة. انت باينه من اول امبارح انك تعبانه. بنتي صباح نادي على عبد الله يجيب التاكسي نوديها اي مستشفى. لا استنيدوني اطلع بره اخد التاكسي. انت قادره تتنفسي لما هتمشي. امال انت يا فين؟ ما تجيبليش سيرتها. حاضر. ما تجيبليش سيرتها. حاضر يا اختي حاضر. سلامتك يا اختي سلامتك. حاسه بايه بس؟ جنبي يا صفية. ما هو تلاقيكي بطلتي تاخدي الدواء. انا جسمي نحس
بيلحس من كتر الدواء. بعد الشر عليك، ما بعتليش ليه يا ماهر؟ ما بعتليش. اعمل ايه؟ ما هي مش راضيه يا صفيه، وانا لو بصحتي كنت شلتها على كتافي ورحت بيها على المستشفى. يلا يلا عبد الله بيزمرها على ما اسمع الله. بسم الله بسم الله يا اختي. على مهلك يا اختي، خدي بالك منها يا صفيه. ما تخافش يا ماهر، ما تخافش، انا كويسه. مستنيكي يا اختي. انا راجعه لك على طول يا حبيبي. نوري بيتك يا اختي. بسم الله عليك. بعد الشر عليك يا حبيبتي، بعد الشر عليك يا اختي. شده وتزور. بدوس بنزين شويه يا عبد الله. حاضر يا حماتي، بس العربيه تعبانه والله، تعبانه على الاخر خالص. بنتك دي ملهاش حق، والله ما ليها حق. ما تجيش تسال عليك انت تعبانه كده. ايه دي؟ قلبها ايه دي؟ ايش حلو ما كنتيش صالحتي جوزها. ده حرامي، ده نصالحنا عشان فلوس التعويض. اسكتي يا اختي. خدي، ربنا موجود يا حبيبتي. خدي دول يا صفيه. يا اختي انت كمان في ايه ولا في ايه؟ امسكي يا سعديه، معايا فلوس. والله ما خدتيهم، رجلي ما مخطبه بالمستشفى. ما تحلفيش ما تحلفيش، دماغك حجر عارفه. حاضر يا اختي حاضر. بصي يا عبد الله. بدوس والله بدوس، اعمل ايه؟ ان شاء الله العدوين يا اختي، ان شاء الله العدوين. سلامتك يا خالتي. على مهلك يا اختي. الف سلامه يا خالتي. الرحمن الرحيم. على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت يا اخويا، عايزين تسالي الكشف. الونزة طيور؟ اعوذ بالله، الشر. متشكرين متشكرين. عبد الله راح لنا تذكره معاك. تعالى خد فلوس. معايا. تعالي نقعدها يما. تعالي يا اختي على مهلك يا حبيبتي. لا مؤاخذة معلش. اقعدي يا خالتي. يا لهوي سعديه، قومي يا خالتي. مالها يا ستي؟ مالها يا ستي؟ مش عارفه شوف انا دكتور. تذكره فين؟ تعالى اجيب لك محمد التذكره. محمد تعال محمد. يلا يا اختي. صلى عليكي يا اختي. صلى عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. سعديه بسرعه بسرعه. ايه خدمة تاني حضرتك؟ لا اتكل على الله. ربنا يشفيك يا خالتي يا رب. مش فيا يا صباح، انت بتاكل محشي بقالك 50 سنه، هو في بطن تستحمل الكرنب ده كله؟ نبي غلبانه يا عبد الله، لا عيل ولا تايل يقف جنبيها. حتى ناديه دي كمان اللي لسه جوزها مصالحها، حلف عليها ما تخش بيتها. ابننا عادل ده مستخسر فيها حتى التليفون، هي دي عيشه. عادل، عارف عادل ده بقى؟ هو كان معايا في المدرسه، الواد ده كان من اشطر الناس في المدرسه، بس خد بعضه وسافر. زهره صباح شطار بس هم اللي بيسيبوا الحته ويسافروا. هو اللي يهجر امه وابوه في الزمان ده بيبقى شاطر؟ عيال مفيش في قلوبها حنيه، عمال بس يكوم على قلب فلوس وخلاص. بقول لك يا بنت صباح، انت عارف المستشفى زي دي ممكن تلاقي تحتها تمثال سوع يخلي الحته كلها مليانه فلوس. يا اخويا انت كمان كل حاجه عندك سهله كده. ايه يا بنت في ايه؟ انت تكرهي لي الخير ولا ايه؟ هو يا عبد الله وما ترميش نافوخك في السكه دي ياما ضيعت ناس. يا عبده عبده، حلو عبده ده يا بنت، قولها تاني. فكر كده، يعني ان شاء الله ان شاء الله من غير مقاطعه لو ربنا رزقنا بحته عيل هنعمل ايه؟ ولا هنعمل اي حاجه، الرزق موجود ان شاء الله. بقول لك يا صباح، انت مش سمعتي برضه زي ما انا سمعت واحنا صغيرين ان الخرابه اللي في الحته عندنا دي تحتها اثارات؟ النصيب عليا. سمعت وما بصدقش، وانت كمان ما تصدقش. مش معنى ان صاحبك لقى تمثال يبقى انت كمان هتلاقي. خلص الشاي وتعالى ورايا. بص يا استاذ تمام، انا سمعت درسين ليك ومش عاوزك تغير اسلوبك، عشان هو ده اللي الناس عاوزاه النهارده، وان شاء الله هتتشاف كويس وانا متنبئ لك خير. والله يا فندم، انا من ساعه ما دخلت هنا والناس اللي قابلتهم كلهم وشوشهم ما شاء الله بشوشه ضحوكه، وسماهم على وجوههم من اثر السجود، يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر، حاجه تفرح بجد. احنا ان شاء الله هندي لك 5000 جنيه في اعداد الحلقه وتقديمها. ده مش قدرك، لكن ان شاء الله يعني احنا لسه بس اول مره والمحطه تحت تجربه. تجربه ايه اللي المحطه تحتها يا فندم؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ده كتير قوي. لا 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 مش كتير عليك يا استاذ تمام، المهم الموضوع يكون جذاب. لازم تعرف ان مكسبنا الحقيقي في كم المشاهده. عندنا تليفونات وعندنا اعلانات غير مباشره وملناش اي توجيه من اي جهه، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين،
ربنا يكرمكم ويبارك لكم ويزيدكم ان شاء الله. والحقيقه سعادتك انا بس في حاجه جوايا كده عايز افضفض بيها واقولها لحضرتك. انا مش عارف ازاي هشتغل في التلفزيون وانا لغايه وقتنا هذا ما دخلتش التلفزيون بيتي. بص يا استاذ تمام، كلنا رافضين لكل ما يقدم لافساد شبابنا في الفضائيات، لكن ده مش معناه اننا نكون ضعفاء، لا، لازم نكون اقوياء ونواجه. الهروب جبن، نواجه وننصح ونقدم المشاهده والمساعده على قد ما نقدر لكل الاجيال الجديده والاجيال القديمه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، كلام سعادتك مقنع جدا، والله هذا هدف نبيل باذن الله. هات تلفزيون في البيت يا استاذ تمام وما تخافش، بيتك متربي وعلى اصول والغلط مش وارد. وبعدين يا سيدي لو ده حصل يبقى استعمل سلطتك في الادب، انا مش هقول لك. واضح، مفهوم طبعا، وربنا يستر. اتفضل امضي يا استاذ تمام. امضي؟ توكلنا على الله، ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الشيك مقدم، وان شاء الله في اختبار بعد اسبوع. هو اختبار روتيني كده عشان نشيل من عندك رهبة الكاميرا والمواجهة. مبروك يا استاذ تمام. ربنا يقدرنا ويجعلنا عند حسن ظن سعادتك ان شاء الله. يا حاج